صباح الفل وصباح الهنا وصباح الياسمين وصباح الطاقة الإيجابية. هتعمل لنا أكل إيه النهاردة؟ والله قاعدة عمالة أقول نفسي أعمل لهم أكلة خفيفة وسهلة، لأن بقالي كام يوم بطبخ وكده. قلت أعمل لهم حاجة حلوة كده هما بيحبوها. أعمل إيه؟ قلت أعمل لهم شكشوكة. أول حاجة جبت كده صينية وقطعت البصل لوحده والطماطم لوحدها والفلفل لوحده، ونزلت على الصينيه بحبه زيت، ونزلت عليها بالبصل. البصل بتاعه ما يبقاش متقطع في الكبه حتت صغيره، لا احنا عايزينه حتت كبيره شويه عشان يقدر يمسك عليه البيض، والفلفل والطماطم يتمسك مع بعض. هنشوحه شويه في الزيت، ما يدبلش قوي، يعني احنا مش عايزينه يدي لون، لا يدبل بس كده تحس ان هو دبل في ثواني. وتقومي نازله عليه بقى بالفلفل، عايزه تحطي فلفل رومي، فلفل الوان، فلفل حامي، زي ما انت عايزه على حسب ما بتحبي في الاكل. ونشوح برضو الفلفل يا دوبك بس يدبل سيكه كده، وننزل عليه بعد كده بالطماطم اللي احنا مقطعنا برضو مكعبات صغيره. صلوا على النبي يا جماعه صلى الله عليه وسلم، واعملوا لايك للفيديو ويكتبوا تعليق حلو منكم، وجزاكم الله كل خير. بكره اول يوم في امتحانات الثانويه العامه، بكره اول يوم، بكره الدين وتقريبا وطنيه، دين ووطنيه بكره ان شاء الله. ده يوم الاثنين، والثلاث هيبقى ان شاء الله اقتصاد واحصاء. دعوة صادقة من القلب منكم لطلاب الثانوية العامة. والله العظيم كنت بسمع الناس الأول تقول ادعوا للثانوية العامة، ادعوا للثانوية العامة. ما كنتش ببقى حاسة بيهم زي ما حسيت والله السنة دي، عشان بنتي في ثانوية عامة. دعواتكم لحبايب بنتي ولكل اصحابها، يا رب ينجحكم باعلى الدرجات يا رب، وربنا معاكم، ومنى بنتي سحر وكل حبايبنا يا رب في كل مكان، يا رب ينجحهم ويديهم على قد تعبهم يا رب العالمين، وما يديم حد يا رب في عيله يا رب العالمين. ادعوا الحبيبه دعوه حلوه والله العظيم، لان هي اصلا متوتره وانا اصلا متوتره، ونفسيتي برضو عشانها صعبه يعني، ولا بتاكل ولا بتشرب، والحمد لله رب العالمين. دعوه حلوه كده منكم ان ربنا يكون معاهم ان شاء الله من اول يوم بكره باذن الله، ويوفقهم ويبقى معاهم ان شاء الله، وما يضيعش تعبهم يا رب العالمين، ولا تعبنا طول السنه معاهم يا رب. سواء مصاريف، سواء جهد، سواء اي حاجه، هم تعبوا بجد. كل الطلاب تعبوا نفسيا والاهالي تعبت ماديا. ربنا يكون في عون كل بيت في ثانويه عامه السنه دي يا رب العالمين، ويضيعش تعبنا يا رب معاهم يا رب. نزلت بعد ما الفلفل دبل، نزلت عليه بقى بالطماطم، اديتها تشويحه خفيفه، بعدين حطيت التوابل معاه، ملح وفلفل وكزبره وكمون وتوابل من عندي اللي انا عاملاها. وبعد كده نزلت بقى بالبيض واحده 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 كده، وبعد ما بترصيه كله في الصينيه، دول حوالي 12 بيضه. عايزه بتزودي بقى بتزودي زي ما انت عايزه، زي ما انت عايزه. الصينيه كبيره ما شاء الله، بتكفي عدد حلو يعني. وبعد كده بتسيبيها، بتغطيها عشان تديكي تمسك مع بعضها، لازم تتغطى وتوطي بعد كده عليها النار، هتمسك بقى. وتقطعي الخرطه بخرطتها، بصراحه تحفه واكله لذيذه وسهله واقتصاديه. وحمرت جنبها بطاطس وقطعت خيار، واكله حلوه، وبالف هنا وشفا علينا. واعملوا لايك للفيديو وشير للقناه، احلى اخوات في الدنيا. وشوفوا الاعلانات يا جماعه، ربنا يجازيكم كل خير.